السلام عليكم ورحمة الله المشاهدين، أحوالكم طيبة؟ اليوم جيت نحضر معكم بسبوسة بنكهة البرتقال. تبعوا معايا الفيديو حتى الأخير. هاد المكونات غنبداو بسم الله على بركة الله. غنحتاجو كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر مع مرش، نص برتقالة. غادي نحتاجو دانون، غنحتاجو قشور ديال الحامضه وقشور ديال الليمونه، غادي نحتاجو 4 البيضات، غادي نحتاجو فانيلا ديال الزهر، غنحتاجو 2 خمارات حتى 2.5، غنحتاجو معلقه طحين والسميده. غادي نديرو البيضات ديالنا في اناء بحال هذا وغادي نبداو نطربو. بالنسبه للبنات اللي بغاو يديروه في الخلاط الكهربائي يديروه. انا بديت معكم المراحل، نتبع معكم المبتدئات باش تنجح معاهم. كنضيفوا كاس ديال الزيت، كنخلطوا كنطربوا الخليط مزيان، كنضيفوا كاس ديال الحليب والبرتقال كنخفقوا داكشي مزيان. كنزيدوا دانون ديالنا وكنبقاو كنطربوا مستمرين. الحاجه اللي ضفناها كنطربوا باش كتجي معنا البسبوسه ديالنا رطبه ومفشفشه. كنزيدو نضيفو قشور ديال البرتقاله وقشور ديال الحامض. بالنسبه لهادوك الكيسان اللي شفتو معايا ما عامرينش بزاف على حساب المول، اللي عنده المول كبير ممكن يدير كيسان العنبه كاملين عامرين. هذاك الشيء علاش انا الكيسان شفتوهم معايا ما عامرينش بزاف. كنضيفو هذيك المعلقه ديال الطحين، والسر هو المعلقه ديال الطحين اللي كتخلي البسبوسه ديالنا تجي زوينه ومفشفشه ورطبه. كنبقاو مستمرين في التحريك. كنبقاو نزيدو شويه بشويه وكنحركو، ما كنجيش ونكبو السميده في دقه باش كتجي معانا مفشفشه البسبوسه ديالنا. انا نسيت فانيلا ما درتهاش في الاول، نتوما ديروها في الاول. كنزيدو نضيفو 2 خمارات وشويه، اللي عنده المول كبير يدير 3 الخمارات. كنبقاو مستمرين في التحريك وكنشوفوا القوام عيننا ميزاننا. القوام ديالو بحال كيكه. زلافه سميده بقات منها واحد المعلقه. غادي نجيبوا المول ديالنا ندهنوه بشويه الزبده شويه الزيت، نرشوا عليه شويه السميده وكنخويو الخليط. كنعليو يدينا وكنبقاو نخويو شويه بشويه هكا باش كتطلع معنا البسبوسه مفشفشه. غير جربوها البنات العشاق ديال البرتقال والحامض، جربوها ما تشبعوش منها. دابا غادي نخشيوها في الفران على درجه الحراره 180 درجه. موراها ندوزو نصايبو السيرو ديالنا. غادي نحتاجو كاس لاروب ديال السكر ما عامرش بزاف، طريفه الحامض، غنحتاجو النكهه ديال الزهر، وغادي نردوها طيب فوق النار. نبقاو مستمرين مره نحركو حتى كيتبدل ليها اللون شويه، كيولي اللون برتقالي. من بعد البسبوسه ديالنا ملي كطيب وكتبرد شويه كنصفيو السيرو ديالنا، كنخويوه عليها حتى كتشرب داك السيرو مزيان وكتبرد شويه. بالنسبه للتزيين باش ما بغيتو تزينوها كتزينوها. انا زينتها بالكوك، باش ما يعجبكم تزينوها كتزينوها. دابا كندوزو نقطعوها، نتوما خليوها حتى تبرد. انا قطعتها معكم بقى شويه سخونه.
الا جربتوها البنات غتولي عندكم معتمده، غتعجبكم بزاف. كتجي فيها واحد البنه ما نقول لكمش عليها، وكتجي رطبه مفشفشه على هذا الشكل هذا. الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش خليوا لي ابوني ولايك وشجعوني باش نزيد نعطيكم المزيد بالصحه والراحه.